ايه رأيكم في التمثال ده؟ ده الامبراطور الروماني كاراكالا، عشان تكونوا عارفين. وساعات بحس ان في اسمه اسم الله، مش عارفه ليه. كاراكالا ده زي ما انتم شايفين شكله غريب شويه. تعالوا اوريكم ليه شكله غريب. علشان هو لابس النمس لكن سايب شعره الكيرلي الكتير تحت النمس، ففي فاصل ما بين النمس وما بين راسه، فمدينا شكل احنا مش واخدين عليه، وشكل مش انيق، وشكل مش حلو. وده سبب ان الملوك المصريين القدماء كان عندهم حاجة مهمة جدا، هي ايه؟ ازالة الشعر، علشان ما يبقاش فيه الشكل ده مش لائق، ما ينفعش. ما هو المصريين القدماء كانوا ناس انيقه جدا، حتى في الكتابه بتاعتهم. يعني هم لو لاحظوا ان هم لو شالوا حرف وحطوا حرف عشان شكل الكتابه ما يبقاش مش حلو او يضر العين بعدم التناسق، فكانوا ممكن يغيروا حروف وما يحطوش حروف، عشان تكونوا عارفين. فما بالكم بقى بالشكل العام. فشفتوا بقى ده عشان ده امبراطور روماني مش هيشيل شعره لينا، خاصه ان هو صاحب امبراطوريه كبيره مش مصر فقط، فعشان كده كان سايب شعره. فطبعا شكله مش لائق خالص. بجانب في حاجة، والله انا بعرف العرق المصري والجين المصري من اللبس المصري. يعني لو حد لبس لبس مصري وهو مش مصري ما بيبقاش لايق عليه، زي الاخ الكركل. لكن لو واحد مصري جيناته مصريه وهويته مصريه ولبس لبس مصري بتحس ان هو بينطق عليه. فبما ان كركله مش مصري، فطبعا بصوا اللبس المصري القديم مش حلو عليه خالص، مستفز. حتى بصوا منطقه الاكتاف تحس ان في اوفر. طب ليه بقى في اوفر؟ تعالوا اقول لكم. لان الفنان في المرحله دي ما كانش زي ايام المصريين القدماء، بمعنى ما كانش فيه سيمتريه. طب يعني ايه سيمتريه يا نيرفانا؟ هي دي السيمتريه او النسبه الذهبيه اللي عملها المصريين القدماء اثارهم، علشان تسحر عينينا وتسحر مخنا قبل ما تسحرنا كلنا. بمعنى ان العين لما بتنزل على حاجه متناسقه العين بترتاح، فلما العين بترتاح بتدي اشاره للمخ ان المنظر قدامك ده جميل بدون اي حاجه. فالمصري القديم كان عنده تناسق، يعني الحته دي لازم تكون قد الحته دي، والحته دي لازم تكون قد الحته دي، وان وجود الحاجه ذات نفسها يكون متناسق مع الحاجه اللي وراها. ما نلاقيش ابو الهول متزحزح هنا شويه فنحس بكركبه ونحس ان عينينا وجعتنا من المنظر فبنشمئز بدون اي حاجه. يعني انت بتشمئز من عدم الترتيب بدون اي حاجه. فبصوا هنا ابو الهول واخدين ليه موقع بحيث ان يبقى فيه سيمتريه حتى في الموقع، مش اي حاجه وخلاص. حتى التماثيل بالشكل بتاعها لازم يكون في تناسق. العين، الفرق ما بين العين واخر النمس، الفرق ما بين النمس هنا والنمس هنا، بحيث ان في الاخر خالص زي ما انتم شايفين كده يبقى في تناسق مثلثي. يعني تحس ان في مثلث، وبصوا ده متناسق الاضلاع. يعني انتوا فاهمين انتوا الرياضه حلوه ازاي في حياتنا، مش مساله حسابات وخلاص. لا. فبالتالي انتوا هنا شايفين تناسق. يعني بصوا انتوا مثلا هقول لكم ازاي. شايفين النمس واخد ايه؟ اخر الكتف. تعالوا اوريكم بقى المنظر الاولاني. هنا بقى بصوا النمس، بص الكتف بعيد عنه ازاي، فمفيش تناسق خالص. طب شوفوا الضلوع بتاعته، شوفوا الكتف بتاعه، مفيش تناسق. فبالتالي انت بتبص على المنظر وانت في حاجه مش متقبلها. بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود سيمتريه. طب ليه نرفعنا ما بقاش في سيمتريه؟ ما بقاش في حد يحاسب الصانع على الجوده، بقت تتعمل اي حاجه وخلاص. فهمتوا؟ لان الملك كان بيحاسب، الكاهن كان بيحاسب. في المرحله الروماني لا، ما كانش في حد بيحاسب، فبقى يضحك عليهم زي ما احنا ما بنقول كده. فما بقاش في جوده صناعه زي اللي كانت موجوده ايام المصريين القدماء. فهمتوا؟